أنا اسمي كريم، عندي 32 سنة. بس أنا مش مجنون ولا بخرف. أنا شفت حاجات ما كانش ينفع حد يشوفها. الحكاية بدأت لما كنت لسه ناقل في العمارة دي من حوالي أسبوع. عمارة قديمة في شبرا، فيها 7 أدوار وأنا كنت ناقل في الدور السادس. وفوقي كان الدور الأخير المفروض الشقة بتاعته فاضية من سنين. البواب قال لي كده وأنا بنقل. وفي الليلة دي كان أول مرة بات في الشقة دي لوحدي. الساعة كانت حوالي 2:30 بالليل. الشارع كان هادي جدا تحت، مفيش أصوات، مفيش أي أنوار، مفيش أي حاجة. وأنا كنت قاعد على الكنبة براجع شغل على اللابتوب، لحد ما سمعت أول صوت. صوت خفيف كده زي خبط جاي من الدور اللي فوقي، اللي المفروض الشقة دي تكون فاضية. وقتها أنا قلت بما إن الشقة فاضية ممكن يكون في فران أو حاجة. بس الصوت لقيته ماشي بإيقاع معين، كأن حد ماشي في الشقة اللي فوقي. والموضوع بدأ يتكرر كل يوم. كل يوم على الساعة حوالي 2:30 أسمع نفس الخبطات دي. الموضوع بدأ يضايقني. ساعتها رحت عند الشباك وبصيت على الشقة اللي فوقي، بس كانت مضلمة وما فيهاش أي حد ولا أي حركة. بس أنا وقتها رجعت وقررت أعمل حاجة غريبة. أخدت عصايتي المكنسة وقعدت أخبط فوق في السقف وأقول لو في حد فوق بطل دوشة. بعد الخبط اللي خبطته الصوت وقف فجأة. بس بعد حوالي دقيقتين سمعت حد بيقول اسمي. كان صوت هادي قوي بس أنا متأكد إنه جاي من الدور اللي فوق. أنا وقتها قلت أكيد في حد ساكن فوق. خرجت من الشقة وطلعت على السلم للدور اللي فوق. كان النور في الدور السابع مطفي كله، والدور كان ريحته وحشة قوي كأنه فيه كمكمة أو حد ميت. وأول ما وصلت للباب بتاع الشقة اللي فوقي، الباب كان خشب وقديم جدا ومسوس ومليان تراب. الدور كله كان مليان تراب. بس اللي لاحظته كان حاجة غريبة قوي. كان في آثار لرجلين طالعين من جوه الشقة. رحت حاطط ودني على الباب، قلت أسمع لا يكون في حرامي ولا حاجة جوه. بس أول ما حطيت ودني حسيت بهوا سخن قوي طالع من جوه الشقة. وبعدين سمعت نفس الخبط اللي بسمعه وأنا في شقتي، والباب فجأة اتهز جامد. أنا ساعتها رجعت جري ونزلت شقتي وقفلت الباب بسرعة، وقعدت على الأرض وأنا مش قادر أتنفس. بس أنا كنت بحاول أقنع نفسي إن ده ممكن يكون في فران فوق أو حاجة هي اللي بتعمل الأصوات دي. بس أنا الصراحة من جوايا كنت مرعوب. فقلت أكلم واحد صاحبي يجي يقعد معايا يومين بدل ما أنا قاعد لوحدي. بس أنا أول ما مسكت التليفون عشان أكلمه لقيت رسالة من رقم مجهول مكتوب فيها ما تطلعش تاني فوق. ساعتها أنا قلت أكيد في حد عايز يخوفني عشان أمشي من الشقة دي. والليلة اللي بعديها أنا قررت أطنش اللي حصل ده. قلت لنفسي يمكن حد بيشتغلني أو حد بيهزر ولا حاجة. وفعلا تاني يوم النهار كله عدى عادي، مفيش أي حاجة حصلت. بس بالليل وأنا قاعد بشرب قهوة في البلكونة حسيت إن في حد واقف في البلكونة اللي فوقي. كنت شايف ظله بوضوح على ظهر العمارة اللي قدامي. كان ظل طويل قوي ورفيع جدا، واقف ثابت كأنه بيراقبني. رفعت راسي أبص للبلكونة اللي فوقي بس كانت فاضية. ساعتها أنا قلت يمكن كان بيتهيألي ولا حاجة، مش عايز أقنع نفسي إن ده فعلا موجود. دخلت الشقة وقفلت البلكونة، وبعد حوالي دقيقتين لقيت باب الشقة بتاعتي بيخبط. وانا رايح على الباب قلت مين، لقيته بيرد عليا بيقول لي جارك اللي فوق ممكن دقيقة بس. صوته كان هادي جدا بس نبرته كان فيها حاجة مش مريحة. فتحت الباب بالراحة لقيت راجل قدامي في أواخر التلاتينات، لابس بدلة قديمة قوي، كان لونها رمادي باهت. شكله كأنه طالع من صورة قديمة. وشه أبيض قوي وشعره أسود ومبلول، كأن الدنيا كانت بتمطر عليه. وعيونه كانت مبرقة وشكلها غريب قوي. لقيته بيبتسم ويقول لي أنا اسمي حسام، ساكن فوقك، حبيت أتعرف بيك. أنا اتجمدت مكاني. قلت له فوقي؟ الشقة اللي فوقي فاضية من سنين. لقيته ضحك ضحكة صغيرة كده وقال لي مش دايما الفاضي بيكون فاضي يا كريم. ساعتها أنا حسيت بدفى غريب حواليا، زي ما يكون الجو بقى سخن فجأة. قلت له حضرتك ساكن هنا بقالك كتير؟ لقيته بيقول لي أنا ساكن من قبل ما العمارة تتبني. ولقيته فجأة سكت وضحكته اختفت، وبصلي في عيني وقال لي ما تقلقش احنا هنبقى أصحاب قريب. وبعديها راح لافف وماشي على طول. رحت قافل الباب على طول، بس أول ما قفلت الباب شميت ريحة غريبة نفس الريحة اللي شميتها فوق، كأن في حاجة معفنة. بعديها أنا رحت نازل لعم سيد البواب على طول وقلت أسأله. قلت له يا عم سيد هي الشقة اللي فوق اتأجرت؟
قال لي يا بيه الشقة دي مقفولة من سنة 2009 بعد ما مات الراجل اللي كان ساكن فيها. قلت له هو كان اسمه ايه طيب؟ قال لي اسمه حسام. أول ما قال لي اسمه أنا قلبي وقع. قلت له طب مات ازاي ده يا عم سيد؟ لقيته بيقول لي الناس بتقول إن هو وقع من البلكونة، بس لما الناس نزلت تجيبه ما لقيتهوش. سبت عم سيد وطلعت شقتي وأنا مش فاهم أي حاجة. طب أمشي من الشقة ولا أسيبها ولا أعمل إيه؟ دخلت أوضتي قلت أنام، جايز يكون أنا أعصابي تعبانة وبتخيل حاجات. بس وأنا نايم صحيت على صوت خطوات في الصالة، وأول ما فتحت عيني لقيت حد واقف في الضلمة قدام باب الأوضة. لقيته حسام، الراجل اللي قال لي إن هو ساكن فوقي. لقيته بيبصلي وبيقول لي قلت لك هنكون أصحاب قريب، بس ليه رحت لعم سيد تسأل عليا؟ وبعديها اختفى كأنه دخان واتبخر. من اللحظة دي أنا ما بقتش عارف أنام. كنت كل ما بغمض عيني بشوفه قاعد جنبي وبيضحك. في الليلة اللي بعديها الساعة كانت 3:13 بالظبط. كنت قاعد على السرير مش قادر أنام. البيت كله كان هادي، بس الحيطة اللي ورا السرير كانت بتطلع صوت غريب، صوت كأن حد بيحك في الحيطة من جوه. قربت من الحيطة وحطيت ودني عليها، وأول ما حطيت ودني سمعت صوت حد بيتنفس، وبعديها سمعت حد بيقول اسمي، بس الصوت كأنه حد خايف بيقول لي كريم اسمعني. بعديها الصوت كله راح، بس رجعت تاني الريحة المعفنة. وفجأة لقيت الحيطة بتاعتي الدهان بتاعها بيتشقق، ولقيت نقط مية بسيطة بتخرج منها. المية كانت بتتحرك كأنها بتكون كلمة. لما ركزت في الكلمة دي لقيت مكتوب رجعني. هرجعك؟ أرجع مين وأرجع إيه؟ وقتها أنا طلعت الصالة بسرعة وقفلت باب الأوضة، وقعدت على الكرسي وقعدت أفكر. بدأت أراجع اللي عم سيد قالهولي. عم سيد قال لي الراجل وقع من البلكونة مات، بس هما ملقوش جثته. معنى كده إن الراجل ده عايزني أرجعه. طب أرجعه منين؟ ساعتها ما كانش قدامي حاجة تفهمني غير إن أطلع الشقة ممكن ألاقي أي دليل. طلعت على السلم للدور اللي فوقي وأنا مرعوب. وصلت لباب الشقة وحطيت إيدي على المقبض. المقبض كان بارد جدا، كأنه لوح تلج. حاولت أفتح الباب لقيته اتفتح لوحده بالراحة. ولعت نور الكشاف وأنا واقف بره على الباب لقيت الشقة كلها مطربة والستاير مقطوعة، بس لقيت في كرسي خشب في الصالة متكسر وفوقه حتة قميص لونها رمادي. لما لمستها لقيتها مبلولة، وده كان نفس القميص اللي حسام جالي بيه أول مرة شفته فيها. دخلت بالراحة، بس أول ما دخلت لقيت الباب اتقفل جامد لوحده، وبدأت أسمع خطوات حواليا كتير، كأن حد بيلف حواليا في الشقة. ما كنتش شايف حاجة بس كنت سامعها كويس، والشخص ده بيلف حواليا وسامع جملة واحدة بتتقال: كريم رجعني مكاني. والصوت كان كل مرة بيقرب مني أكتر، وفجأة لقيت الصوت وقف في مكان. بصيت بسرعة على المكان لقيت في رسمة مكتوبة على الحيطة بالطباشير. كان وش بني آدم، عينه سودا مفتوحة على الآخر، وفجأة لقيت الوش ده بيتحرك وبيضحك. جريت ناحية الباب بسرعة عشان أفتحه وأهرب، بس الباب ما كانش راضي يتفتح. فضلت أخبط برجلي وأصرخ لحد ما الباب اتفتح فجأة لوحده. جريت على شقتي وأنا بترعش. دخلت وقفلت الباب بالمفتاح والترابيز كلها اللي موجود، ورحت رايح على الحمام بسرعة أغسل وشي عشان أفوق من اللي حصل ده. أول ما غسلت وشي وبصيت على المراية اللي فوق الحوض لقيت في علامة سودا على كتفي. لما ركزت فيها لقيت نفس الوش اللي أنا شفته على الحيطة فوق. قعدت أمسحها بإيدي بس ما كانتش راضية تتمسح. بس الليلة دي كانت مختلفة، كنت متأكد إن الليلة دي مش هتعدي على خير. طلعت قعدت في الصالة وأنا مش عارف أعمل إيه. وأنا قاعد في الصالة سمعت أصوات في الحيطة جاية تاني، بس المرة دي ما كانش حد بيتكلم، زي ما يكون حد بيكسر الحيطة من جوه. أنا قمت بسرعة ورحت ناحية الأوضة ولقيت نفس الريحة رجعت تاني في الأوضة. وجهت كشاف الموبايل ناحية الحيطة، لقيت الشرخ اللي كنت شايفه قبل كده بقى أوسع أوي، وفي حاجة نازلة منه زي المية، بس كان لونها أسود كأنه دم متجلط. وفجأة سمعت صوته بيقول لي كريم أنا هنا. الصوت كان واضح جدا المرة دي، وما كانش طالع من الحيطة، لأ ده كان جاي من ورايا. وفجأة لقيت الحيطة بتفتح أكتر، وفي نور خفيف بدأ يخرج منها. وفجأة لقيت في إيد طالعة من الشرخ. الإيد كان لونها أبيض جدا وطويلة أكتر من الطبيعي، وصوابعها العظم بتاعها كان مكسور. وفجأة لقيت إيد تانية بتطلع وبعديها وشه.
وش حسام، بس كان نص وشه مش موجود، وكان بيبص لي وبيضحك نفس الضحكة اللي شفتها في الرسمة. ولقيته بيقول لي: كريم رجعني مكاني وإلا هاخدك مكاني. حاولت أجري وقعت على الأرض والموبايل وقع من إيدي والنور بتاعه راح. كانت الدنيا ضلمة جدا، وكنت سامع وقتها صوت أنفاس كتير جنبي قريبة مني جدا. مديت إيدي على الأرض أدور على الموبايل، ولما شغلت كشاف التليفون ما لقيتش أي شروخ على الحيطة. الحيطة رجعت زي ما كانت، بس في نص الحيطة كان مكتوب كلمة اتبدلنا. ووقتها أنا حسيت إن في حاجة غلط في كل حاجة حواليا. ساعتها أنا قمت ورحت في المراية اللي في الصالة، وأول ما بصيت فيها لقيت اللي واقف في المراية مش أنا، لقيته هو حسام، بنفس القميص الرمادي بنفس الابتسامة. بس الصوت اللي خارج منه كان صوتي أنا، وبيقول: رجعني مكاني. من ساعتها أنا قعدت كام يوم في البيت مش بنام ولا بخرج ولا بفتح الباب حتى. بس اللي كان بيحصل لي جوه الشقة خلاني قررت أواجه. كنت كل ليلة أسمع خطوات على السلم تيجي تقف قدام الباب عندي، بس ما كانش بيخبط. بس الغريب إن أنا كنت بسمع صوتي أنا بره. وفي الليلة التالتة قررت أفتح الباب، وأول ما فتحته ما لقيتش حد بره، بس لقيت قدام الباب مفتاح صغير مصدي عليه رقم 7، وده رقم الشقة اللي فوقي بتاعت حسام. أخدت المفتاح ونزلت جري لعم سيد، بس الراجل أول ما شاف المفتاح وشه اتغير كأنه اترعب. ولقيته بيقول لي وهو مرعوب: أنت لقيت المفتاح ده فين؟ قلت له: لقيته قدام الباب عندي. قال لي: يبقى هو اختارك. قلت له: هو مين واختارني فين؟ لقيته بيقول لي: العمارة دي يا ابني زمان كانت مقبرة جماعية في الأربعينات. لما بنوها محدش كان يعرف إن في جثث مدفونة تحتها، واللي حصل بعد ما بنوها بقت كل شقة مرتبطة بروح من اللي ماتوا في المقبرة. بعديها سألته: هو حسام كان واحد منهم؟ لقيته بيقول لي: حسام ما ماتش طبيعي، هو كان أول ساكن في العمارة، وفي يوم لقى باب في حيطة أوضته، وأول ما دخله ما رجعش تاني. وفي الآخر لقيت عم سيد بيقول لي: المقابر دي لسه موجودة تحت، هما بنوا فوقها ما هدموهاش. قلت له: يعني ليها باب أعرف أدخله؟ لقيته بيقول لي: الباب اللي هناك ده، بس أنصحك ما تدخلش. لقيت نفسي سايبه ورايح ناحية الباب. كان باب حديد مصدي ومخلوع من النص. دخلت من الباب ده كانت الضلمة مالية المكان، وأنا ماشي حسيت إن الأرض بتتهز تحتي جامد، والحيطان كلها وشوش مطبوعة فيها، والوشوش دي عيونها كلها مفتوحة. وفجأة لقيت قدامي باب خشب صغير نفس شكل الباب بتاع شقة حسام، ومحفور عليه رقم 7. ولما فتحته لقيت نفس شقة حسام، نفس السرير ونفس الحيطة ونفس الصالة اللي شفتها قبل كده. بس الشق اللي في الحيطة كان مفتوح على الآخر، وطالع منه ضوء لونه رمادي. وفجأة سمعت صوت ناس كتير قوي بتتكلم، بتقولي: رجع المفتاح وإلا هاخدك مكانه. حطيت إيدي في جيبي أطلع المفتاح عشان أرميه، بس لقيت الأرض من تحتي بتتشق وطالع منها إيد. حطيت الكشاف ناحيتها لقيت حسام بيطلع من الأرض وبيمد إيده ناحيتي وبيقول لي: رجعلي المفتاح يا كريم، المفتاح ده بتاعي. جريت بكل قوتي على السلم أطلع، بس وأنا طالع على شقتي كان كل البيبان العمارة بتتفتح وتتقفل لوحدها، والبيبان كلها طالع منها أصوات كلهم بيقولوا اسمي. وأول ما وصلت لشقتي المراية كانت مستنياني، بس المرة دي لما شفتها ما كانش موجود أنا ولا موجود حسام. كانت بتوريني العمارة من تحت الأرض. كنت شايف صفوف لقبور كتيرة جدا، وكل قبر فيهم عليه رقم شقة، والقبر الأخير كان مكتوب عليه رقم شقتي أنا. وبعديها فجأة لقيت المراية كأنها مفتوحة، مفتوحة كأنها باب، كان جواها نفس الأوضة بتاعتي بالظبط، بس كل حاجة فيها كانت بالمشقلب. وبعدين سمعت صوت من جوه بيقول لي: ادخل يا كريم مكانك جاهز. أنا لقيت رجلي بتتحرك لوحدها وبتمشي ناحية المراية. من جوايا عايز أهرب بس مش قادر أتحرك، كأن في حد هو اللي بيزقني لجوه. وفجأة لقيت نفسي جوه المراية، ولقيت نفسي باصص على نفسي، بس أنا اللي جوه المرة دي، أنا اللي جوه المراية، بس وشي جوه المراية ما كانش ليه عيون. وفجأة لقيت اللي بره المراية اللي هو أنا بيقول: أنا كنت مكانك دلوقتي دورك جه. حاولت أطلع من المراية بس مش عارف أطلع إزاي. المراية اتحولت لمكان صلب، قعدت أخبط عليها كتير بس مفيش فايدة. من بره كنت سامع صوت الحقيقي بيضحك،
وأنا اللي جوّه المراية، اللي برّه ده مش أنا، بس اللي برّه ده كان بيعيش حياتي الطبيعية، بيتكلم بصوتي وينزل يشتري قهوة من تحت. حياتي اللي برّه رجعت طبيعية للشخص ده، وأنا زي ما أنا محبوس جوّه المراية. وبعد حوالي أسبوع في ساكن جديد سكن الشقة، ولقيته بينده عم سيد وبيقول له: أنا كل يوم أسمع خبط في المراية دي الساعة 3:03، وبحلم بشخص اسمه كريم، بشوفه محبوس جواها، بيخبط ويصرخ جامد بس أنا مش سامع له صوت. ولقيت عم سعيد بيرد عليه وبيقول له نفس الكلام اللي قالهولي: العمارة دي يا ابني كانت مبنية على مقابر، ولحد دلوقتي مش عارفين كريم فين. وفي نصيحة مني أخيرة: المراية اللي في أوضتك ما جربتش تبص عليها الساعة 3:03 بالظبط؟